جاء الإعلان الأول للحلقة 19 من مسلسل المؤسس أورهان، ويحمل مفاجآت كبيرة تشكل نقلة درامية مثيرة في قصة السلطان أورهان، وتظهر أكثر صراعاته شدة وحرصا على دولته. في بداية الإعلان يواجه السلطان أورهان فخ شاهين شاه، ولكنه يتمكن من الإفلات بنجاح، مما يعكس شجاعته وحرصه على حماية رعيته وأراضيه. في تلك الأثناء تتم استعادة قلعة كاراغا حصار من يد محمد بي بعد تسلل المحاربين بلباس بيزنطي، وتستعيد القوات العثمانية ما فقد من سلطتها وتثبت قوتها على الساحة. يتحرك جيش الأمير أندرونيقوس نحو غملك لتنفيذ انقلابه على جده وتحريك أجناده، وينقلب أندرياس على سبورغا بدعم من الأمير أندرونيقوس، وتتصاعد الأحداث بنقاط توتر عالية تحت أجيش السلطان. لكن بوران يتنكر بزي الجلاد وينقذ سبورغا بمساعدة السلطان أورهان ومحاربيه، فتتفجر مشاهد الحركة والشدة والإثارة في أجمع المواقع. تثق مالهون هاتون بإيفرينوس فلافيوس وتؤمنه على روح بناتها، وتؤكد دوره الحياتي في حماية أورهان ومساعدته في التغلب على أعدائه. تعود شخصية فلافيوس لجذورها في الدراما، وتظهر القوة والشجاعة والإخلاص للعائلة، وفي النهاية يقبض على دفنة وتتوجه الأحداث نحو ذراف التشويق والحركة. تتميز الحلقة بمزج رائع بين التشوق والإثارة والأكشن وصراعات السلطان أورهان، مما يجعلها من أكثر الحلقات إثارة وجذوبية للمشاهدين. موعد الحلقة 19 هو يوم الأربعاء القادم على قناة TRT1، وبعدها تتاح على قناة الفجر الجزائرية ومنصات نور بلاي، فكونوا مستعدين لمتابعة كل المفاجآت والأحداث. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلكم كل التحليلات والملخصات الحصرية.